بعض الناس بيسالوا هو ليه الغاء حظر النقاب في المدارس؟ وانا بسالك، في ناس متضايقه، انا بسالك هل النقاب فرض؟ قول لي، ده السؤال. مش معقول ان طفله في سنه ثانيه ابتدائي ولا ثالثه ابتدائي ولا اولى اعدادي لابسه نقاب. يعني التواصل ما بين العينين والوجه والانفعال مع المدرس ومع المدرسه ومع يعني مساله. ثم من قال ان النقاب فرض؟ يعني النقاب فضل، انا في تقديري انه فضل وليس يعني اجبار، يعني وليس يعني هنخش بقى في مساله دينيه. وثم النقاب مش فرض، النقاب ملوش اي علاقه بالدين الاسلامي. اولا النقاب ليس لا واجبا ولا سنه. من الاخر الواجب هو تغطيه شعر راس المراه، مش بالنقاب الشعر، انما النقاب للوجه. فالنقاب ليس واجبا وليس سنه، حتى لا ينسب انه مستحب. بطبيعه الحال انا بقول واؤيد هذا القرار، سواء في المؤسسات التعليميه المدنيه وايضا والازهريه وغير المؤسسات التعليميه. ينبغي على مؤسسات الدوله جميعا حظر النقاب في جميع المؤسسات. من كام يوم كده سمعنا قرار بحظر النقاب في المدارس، ومش بس كده، لا واللي هتيجي محجبة لازم تجيب موافقة من ولي أمرها كمان. وأنا بتابع التعليقات بقى على الموضوع ده، لقيت تعليق غريب جدا من الدكتور أحمد كريمة بيقول فيه النقاب ليس لا واجبا ولا سنة. من الآخر الواجب هو تغطية شعر رأس المرأة، مش بالنقاب الشعر، إنما النقاب للوجه. فالنقاب ليس واجبا وليس سنة، حتى لا ينسب انه مستحب. بطبيعة الحال انا بقول واؤيد هذا القرار، ينبغي على مؤسسات الدولة جميعا حظر النقاب في جميع المؤسسات. طبعا الدكتور احمد كريمة راجل بتاع فقه وشريعة، يعني اول واحد يكون عارف بالموضوع ده واهميته، مع انه قبل كده كان بيدافع عن النقاب وقال كلام غير ده تماما ومعاكس ليه. احاول اعرضه ان شاء الله في الاخر بعد ما بين حكم النقاب واراء العلماء فيه. اولا كده موضوع النقاب مش زي ما بيصوروه لنا انه عادة وانه مش من الدين في شيء. خد شوية ادلة كده من القرآن والسنة عشان تعرف ان النقاب من صميم الدين. اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أكثر المفسرين قالوا إن الآية دي أمر بتغطية الوجه للنساء، لأن الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فلو نزلتيه هيستر وجهك. وقيل أن الجلباب هو ما يستر جميع البدن. خد كمان الآية دي، ربنا سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. البخاري روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت هذه الآية شققن مروطهن فاختمرن بها. والحافظ ابن حجر قال: فاختمرن أي غطين وجوههن. طب هتقول إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ وعلى فكرة الحديث ده في البخاري. قال الإمام أبو بكر العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج. الخلاصة إن عايز أوصل للناس إن الخلاف بين العلماء المعتبرين هو إن النقاب فرض ولا مستحب، مش في إنه من الدين ولا لا. واللي أجمع عليه العلماء المعتبرين إن النقاب فرض في وقت الفتن أو في زمان الفتن. أنا عايز واحد عاقل كده يجي يقول لي الزمان بتاعنا ده زمن فتن ولا مش فتن، فبلاش حد يلبس علينا ديننا، وهي فرصة نفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونراجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء اللي بجد، مش العلماء اللي على ما تفرج. انا شايف ان قرار وزير التعليم ده او ايا كان قرار مين انه قرار خاطئ. ده دين يا جماعة، مش شغل حلبسة ولا قعدة قهاوي. يعني احنا نحارب المنتقبات ونسيب المتبرجات زي ما هم؟ مش في حاجة عندكم اسمها حرية شخصية؟ خلاص طالما دي لها حرية شخصية يبقى دي لها حرية شخصية تعمل اللي هي عايزاه برضه. طب نعمل ايه يا محمد برضه؟ يعني احنا كطلبة منتقبات ما نروحش المدارس، او اولياء امور ما نبعتش بناتنا المدارس؟ لا، روحوا المدارس عادي وابعتوا البنات المدارس عادي، بس على الاقل لبسوهم كمامة. اهي حاجة مش ممنوعة وهي حاجة تغطي برضه لحد ما الموضوع ده يتراجع ويتحل. نيجي بقى لكلام الدكتور احمد كريمة عن النقاب زمان قبل ما يغير رأيه، ونشوف الفرق بين كلامه زمان وكلامه دلوقتي. هذا دين، تلك حدود الله فلا تعتدوها.
دي طب انا اسال حضرتك سؤال يا دكتور. ايهما اشد خطرا على المجتمع يا طب دكتور؟ يا أستاذ فندم، بس شريف، اسمع. انا اسال لا، سؤال، دكتور ايهما اشد خطرا، منتقبه في حالها ولا امراه متبذله ومتبرجه؟ يا دكتور من فضل حضرتك ممكن لا جاوبيني يا دكتور انا مش ممكن اسمعها؟ ممكن تهدى دلوقتي احنا عندنا ايه؟ ضرر اخف وضرر اشد. ضرر المتبرجه اشد يا دكتور لا انا بتكلم على لا ضرر المتبرجه الساخره اذا اشد. تفضلت سيدي. نعم انا هسمع، اسمع للاخر. انتوا عايزين بقى ما يطلبه المستمعون مش عايز ولا ما راي يطلبه الشريعه؟ احنا عايزين نسمع حضرتك. لا ما انا بقول لك عايز اسمع حضرتك وعايز اسمع الدكتوره صح. يعني انا احارب المتنقبه واسيب المتبرجه واللي صدرها مكشوف ولابسه بنطلون محزق ما حدش يجي يتكلم عنها؟ احنا دلوقتي المنتقبه دي انا دوري كعالم شريعه احارب الاحتشام وادعو للتبرج ضد امن المجتمع يا فندم. ممكن نسمع رأيك؟ النقاب مجتمع يتربى غصب عنه على الاسلام. لا على الاسلام ولا على النقاب؟ لا على الاسلام. لا انت بقى بتخلي النقاب النقاب هو احتشام. بتخلي النقاب هو هل تنكر الاسلام؟ ان النقاب ممكن يكون احتشام؟ نعم ممكن يكون احتشام؟ مفيش احتشام ابدا، في مفيش ضرر، في ضرر مترتب عليه. انما التبرج مفيش ضرر. طب ممكن اسال سؤال؟ ممكن اسال سؤال؟ طب ليه ما تقول ان يمنعوه؟ احنا نتكلم قولوا يمنعوه، لكن ما اقولش قولوا يمنعوه. اشمعنى النقاب اللي يتمنع؟ ما يتمنع التبرج. احنا بنتكلم في حاجه معينه. لا لا يا حبيبي، اعتداء على الدوله لو سمحت هتمنع النقاب امنع التبرج. شفتوا زمان كان بيتكلم ازاي؟ طب اللي اخد قرار بمنع النقاب ده هل يقدر ياخد قرار بمنع التبرج برضه؟ طبعا ما يقدرش، لان وقتها يقولوا فين الحرية؟ الحرية في التبرج، لكن في الالتزام والستر مفيش حرية، لان الحرية دي تبقى خالتك. سلام.